مفاجأة من العيار التقيل أوي بتعادل طبعًا مودرن سبورت مع النادي الأهلي في أولى مباريات الدوري الممتاز، طبعًا يعني صدمة لجماهير النادي الأهلي التعادل والأداء في نفس الوقت الاتنين مع بعض يعني، لأن النادي الأهلي الشوط الأول ما شفناش شخصية النادي الأهلي خالص، يمكن في أول الشوط التاني النادي الأهلي بدأ يظهر وبدأ يفرض سيطرة وكل شيء، ولكن الزون ديفنس اللي عمله مجدي عبد العاطي وده تقريبًا الشكل اللي هيلاعبك بيه كل فرق الدوري كنادي أهلي، كل الفرق هتلاعبك بالزون ديفنس. فكان الطبيعي إن أنت يعني تبقى عامل حسابك على حاجة زي دي، ويبقى في جُمل تكتيكية، ولكن للأسف ما شُفناش جُمل تكتيكية، بالعكس شُفنا التحوّل الهجومي بتاع مجدي عبد العاطي في الكرات السريعة علشان ينقل الهجمة طبعًا ويعمل counter attack سريع، وفعلًا قدر يستغل ده ومن كور ثابتة زائد الهجمات المرتدة قدر يحقق النتيجة اللي هو كان عايزها، وكان ممكن يكسب كمان واتعادل مع النادي الأهلي بهدفين مقابل هدفين لكل فريق. ولكن علامة الاستفهام بالنسبة لي هي الجمل التكتيكية بتاعة ريبيرو اللي ما شُفناهاش أصلًا في الملعب، وشُفنا لعيبة كتير أسماء كتيرة موجودة في الملعب، ولكن كل واحد بيلعب مش عارف هل ما فيش روح، هل ما فيش عزيمة عند الناس، هل الناس لسه مش في الmood الله أعلم، ولكن ما فيش جمل تكتيكية ده اللي إحنا شُفناه، في لعب فردي أو كل واحد بيعتمد على المهارة الفردية بتاعته، كل واحد عايز يبرز إن هو النجم ولكن على حساب مصلحة الفريق. ونجوم الفريق في الماتش ده هم اللعيبة الجداد، اللعيبة اللي مش أصحاب أسماء كبيرة زي ياسين مرعي طبعًا، ويعني مش ممكن يعني دي اللعيبة اللي كانت بتبذل مجهود وتحسّها في روح وبتجري وتعمل وتعافر، لكن اللي إحنا شُفناه كريم فؤاد على فكرة رائع، رغم الهدف والكرة اللي اتقطعت واتسبب في هدف، بس هو في أدائه في المجمل واحد عائد من إصابات كبيرة وتقيلة زي كده لأ، ما شاء الله عليه كريم فؤاد رائع، ولكن العيب هنا بنسأل روبيرو أنت دلوقتي إيه الجُمل ماذا أضفت للنادي الأهلي في حتّة الجُمل التكتيكية وكل الفرق هتلاعبك كده في الموسم ده، ربنا يستر، وأنا أتوقع الموسم ده لا معلش أنا آسف في اللي هاقوله ده، الموسم ده لا بتاع الأهلي ولا بتاع بيراميدز.